اسمع لي. صافي وليد ريكي عطى اللي عنده صافي. قالت بزاف د الملاحظات واخا تكون مبتدئ في كره القدم. واش انت جايب عياده طبيه نص ديال عباد الله مفرشين؟ ويلي مضروب لك اوناحي، اكمان مضروب لك سايس، مضروب لك سميتو كاع الدراري تقريبا مضروبين، كلشي تقريبا. اوناحي يلاه مسكين عاد سميتو حكيمي يلاه خرج من الاصابه، مزراوي اللي هو غزال وكذا محيد مخلي راخر. واش عباد الله واش كتعرفوا يدير الكاس بالنسبه للمغرب؟ الربح ديالو سياسيا ورياضيا وشعبيا وتاريخيا شنو هو المقابل باش يقولوا ربحنا التنظيم؟ شي واحد كيفاش ربحنا التنظيم؟ على كيفاش التنظيم؟ نربحوا التنظيم مهم مزيان، وكمن الكاس هو اهم حاجه. اذا علاش حنا ما غنديوش الكاس؟ كيفاش غتوقع يعني عباد الله تفاهموا ولا فهذه من اكثر الاساءات، وهذه من اكثر الافكار الشعبويه والافكار الغير مسؤوله اللي كتضر واللي ما كتقدم ما كتاخر. هذه واحد. جوج، فكره اخرى لقيتها زعما صحابها اللي كيروجوها والله الا مؤلم. ناس جيبيه فم وبوك باش يحاصروا الناس ما يهضروش وما ينتقدوش. تيقول لك وحنا لعبنا النهايه وصلنا للنهايه والحمد لله وصلنا والنهايه صافي باقي، المهم حنا وصلنا لا، المغاربه من حقهم ينتقدوا، المغاربه من حقهم. انا كنقول يتقدسوا. كيفاش النهايه؟ واش حنا ديال النهايه؟ واش حنا عاد حنا لعبنا دومي فينال في قطر، بقيناش كنناقشوا حنا النهايه. حنا عاد السوق القيمه السوقيه ديال اللاعبين هي الاغلى في افريقيا، حنا مكلاسيين الثامنين عالميا. وشي واحد كيقارن ليا بادو الزكي، لا علاقه. الشروط والسياق اللي جا فيه بادو الزكي والمنتخب لا علاقه له بالسياق ديال ركراكي ولادو، ما كاين حتى شي علاقه. اولا بادو الزكي لعب خارج المغرب في تونس وصل الفينال. جوج، القيمه السوقيه ديال اللاعبين ديال الزكي ماشي هي القيمه السوقيه ديال هاد اللاعبين. ثلاثه، اللاعبين اللي كانوا يلعبوا مع الزكي على الصعيد الانديه العالمي ماشي هما اللي كيلعبوا. أربعة، الدعم اللي تعطى اليوم لهذا المنتخب والركراكي ما عمرو تعطى في تاريخ شي فرقه في تاريخ كل شيء اللي بغيتيه. الدعم لا المالي ولا النفسي ولا الاحتضان ولا الحب ديال الشعب، وكتلعب في واحد الجو. كيفاش داير؟ جاي من كاس العالم، جاي انت الثاني، عندك سياق فيه ضارب كاس العالم ديال الشباب، ضارب كاس العرب، محيح في جميع الفئات العمريه. اذا انت كتلعب وسط السياق. بادو الزكي كان كيلعب وسط السياق، ماشي نفس السياق. بادو الزكي اللي قال وصلنا للنهايه تجي معاه علاش؟ لان القيمه السوقيه ماشي بحال، الترتيب العالمي ما كانش بحال، المناخ المحيط بالمنتخب ماشي بحال، الارضيه فين لعبتي ماشي بحال. اذا هذه العمليه ديال وصلنا للنهايه لا، حنا خصنا نديو الكاس. اذا نخليو الناس تهضر. نقطه اخرى عاوتاني اللي كنت كنسمعها ومؤلمه حتى هي، كنلقى لو تيبغيو يسكتوا لو ان ابراهيم دياز ماركا ما كنتوش غادي تقول لو. واش الكره فيها لو؟ شي اللي كيفهم في الكره ما عمره ما كيستعمل عبارات لو وكون كان. ولو ان السنغال ماركات واحد جوج ضيعتهم، ولو ان النصيري ضيع ضد سميتها نيجيريا داك البيلانتي الاخر، ولو ان ياسين بونو ما طاكاش، ولو ان النصيري ما ماركاش على البرتغال بالراس، واش كره فيها لو؟ ولو الكره كتشاف في شموليتها. ديال هذه الفلسفه ديال اللو ما لو كلام خاوي لا اصل له. نقطه اخرى، الاستقاله. هذه الناس يطلبوا استقاله الوليد الركراكي مدرب زوين، اعطى الكره له ميزات حسنه ولا ننسى فضله ولا ننسى خيره، ولكن واش غنبقاو مسورتنا ابد الابد؟ احنا في مشهد المغرب هذا فيه واحد الظاهره غريبه، كل واحد عنده الالتراض ديالو، كل واحد عنده. المغرب اللي ما عندوش الالتراض الوطن اللي ما عندوش الالتراض ديالو، والركراكي داير الالتراض، والقجع عنده الالتراض، واللاعب عنده. ما تبقاش تهضر، الركراكي عطى الكره ولكن واش يبقى ابد الابدين ولا؟ ياهو حتى اللي دينا معاه كاس افريقيا في 79 كيبقى معنا ديما، واللي داو ثاني كاس العالم فرنسا يبقى ديما، واللي دا كاس دابا المدرب معك. فين كتبان قوه المدرب؟ على الاقل جبتي عندك لاعبين برا صحاح، جبتي المعطوبين، خاص تكون عندك قدره في تدبير الاصابات. واش انت عندك اخر تغيير واحد مباراه النهايه ومدخل واحد هو ديجا مصاب، بحال اللي خديتي ورقه حمراء ودخل واحد يمين وواحد اخر، هذه ما عندهاش علاقه بكوكو باينه. واخا يكون بنادم ما عمرو ما فهم واش غتجيب اللاعبين كامل مصابين، او النص ديالهم مصابين، النص ديالهم الدراري مضروبين. وعلاش كاين دراري بزاف اللي القوه ديالهم، وكاين دراري اللي بانوا في كاس العرب ولا في كاس، نجيب منهم شي جوج دراري ديال كاس العالم وداك الوليد الصغير، كاين جوج كانوا فرافر كاع مره